كيفاش جا هايل ما شاء الله كما كتشوفوا جا هايل. السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. جبت لكم اليوم خبز الكوشه اللي يجي بالسميد رطب. تبعوا معي الوصفه، يجي هايل وسهل وما يكلفش ويزيد على بالي بلي كامل تقدروا ديروه. هنا السميد تاعنا، هنا الخبز تاعنا نديروه بالكيله. هنا نديرو 4 كيلات تاع السميد رطب كما كتشوفوا. اي كيله كانت عندكم في الدار ديروا. اللي يحب تتعلم تكيل بكيله صغيره، واللي تعرف تكيل وتخدم الخبز تكيل بكيله كبيره. فوالا كما كتشوفوا نكيلو الكيلات نتاعنا كامل بنفس الكيله. فوالا كما كتشوفوا هكذا. من بعد واش نديرو؟ نديرو مغرف كبيره تكون مأمره تاع خميره الخبز، نديرو مغرف صغيره تاع السكر العادي، ونديرو نص ملعقه كبيره تاع الملح ديرو في الاول، ومن بعد كي تعجنوا ذوقوا اذا خاصكم ديروا. نزيدو نضيفو ملعقه كبيره ماشي معمره تاع خل ابيض. الخل هو اللي يخلينا العجينه تجي مليحه و تقدروا تحتفظوا به حتى يومين ما يصالو والو. هنا نجو نضيفو الزيت. انايا نضيفه ناقص حوالي 3 مغارف هكذاك حتى 4. الزيت هي اللي تخلي الخبز تاعكم ما يجيكمش ناشف لداخل، يجيكم تحسوه شويه مشمخ. هنا نديرو كميه تاع الزراره، ديرو شويه دجاج، نديرو شويه ساندويتش، واش كان عندكم ديرو باش يجيكم الخبز تاعكم بنين. فوالا هنايا دوك نخلطوا هذه المكونات الناشفه. نفتح الخاتم هنايا شكون على بالي بلي كيكون العجين يديرونجيني وما نحبش العجينه كي تدخل في الخاتم. فوالا نخلطوا هذه المكونات كما كتشوفوا. ومن بعد هنا نديرو الماء لازم يكون دافي ماشي سخون بزاف، ما هو سخون ما هو بارد، يكون دافي. سخنوه غير ابان باش الخبز تاعكم تمتم يخمر لكم. هنا نديرو الكاس الاول كما كتشوفوا، من بعد نزيدو الكاس الثاني. هنا نخلطو مليح كما كتشوفوا هكذا. ولا خاصنا الماء نزيدو، والماء ما نقدرش نقول لكم شحال. انا هنا درت 2 كيسان ونخلط ونشوف اذا خاصتني نزيد شويه ماء. فوالا عجنه شويه نيموه حتى تحصلوا على عجينه كما كتشوفوا هكذا. بعد ما نطموها كامل مليح نقعدوا ندلكو فيها كما كتشوفوا، ندلكو مليح ونعجنوا. دوك هنا نخلوها في الاناء ونخلوها تخمر المره الاولى. نغطيها بكيس بلاستيكي ونزيد نغطيها بالطرشونه، نخلوها تخمر حوالي نص ساعه. المهم كي تولوا ليها تصيبوها خمرت. انا بعد ما خمرت لي يعني وديت ليها هنايا بعد ما طلعت لي. فوالا شوفوا دبلت الفوليوم شويه. نجي نحطها في البلون دو طرافاي ونقعد نعجن فيها. فوالا كما كتشوفوا انا بعد ما خمرت لي مليح نشمخ يدي بشويه تاع الماء، نقعدوا ندلكو فيها ونديرو شويه ما هكا كما كتشوفوا، ونديرو بالدبزه ونعجنوا حتى تتعجن مليح العجينه تاعنا. فوالا كنت عارفوا كامل كيفاش تعجنوا. انا ما حبيتش ننزل لكم الفيديو، كاين اللي راهي تتعلم تحب تشوف كيفاش تعجن. فوالا ندخلوا مليح هذاك الماء في العجينه ونقعدوا نعجنوا حتى كي تحسوا لاباط نتاعكم ولات خفيفه وطريه ولات تلاصق شويه. فوالا كما كتشوفوا هكذا.
هنا في الاخير اللي حاب يزيد لها شويه تاع الزبده باش تجيكم بنينه، يجيكم بنين الخبز تاعكم، زيدوا له شويه. فوالا باسكو علاه الخبز تاع الفرينه والخبز تاع السميد ماشي كيف كيف. الخبز تاع السميد يجي شويه ثقيل، بصح الخبز فرينه يجي خفيف. هاكو شفتوه معايا كيما درت الفيديو تاع الكانطيله، ودرت معكم الخبز هذاك ميني ساندويتش. شفتوا شحال يجي خفيف بلا ما دير له ني زبده ني والو، يجي شباب، يجي هايل. مام هذا تاع السميد ثاني يجي مليح، بصح راكم تعرفوا الحاجه تاع السميد ديما تجي ثقيله شويه. الوغ دلكوها مليح كيما راكم تشوفوا، وزيدوها شويه زبده باش تجي خفيف. فوالا حتى تحسوا لاباط تاعكم طلعت، تحسوها ولات تتلاصق وخفيفه تولي. هنا بعد ما عجنتها نخبطوها شويه باش ندخلوا لها شويه الهواء، باش قلت لكم باش يجيكم الخبز تاعكم شباب. هنا نطموا لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونزيدو نخلوها تخمر شويه. فوالا الخبز كيما نقولوا باش تحبوا يجيكم شباب، قد ما تخمروه قد ما يجيكم خفيف ومليح. فوالا نزيدو نحطوه يخمر المره الثانيه كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نقرصوا معكم وتشوفوا كيفاش نكمل عمليه الخبز هذا كيفاش نديرو. فوالا هنا نروح نغطي نخليه يخمر، نروح نغسل يديا ومن بعد نولي ليه. فوالا هنا بعد ما خمر لي الخبز تاعنا راني وليت ليه. هنا نجيبو سنيوه واحده اخرى نديرو فيها السميد اللي راح نرمدو فيها الخبز تاعنا، والسنيوه الاخرى نديرو فيها بابي كويسون باش نحطو فيهم الخبزات تاعنا. فوالا نشمخو يدينا بالماء باش تجينا سهله العمليه. نقطعو قيس خبيزات هكا كيما راكم تشوفوا، نديرهم خبيزات متساويه. اللي يحب يديرهم بالميزان يحكم هذاك العجينه يوزنها، واش خرجت لكم قسموا لاباط تاعكم على 4 ومن بعد وزنوا. زعما نقولوا هاد العجينه خرجت لكم، زعما نقولوا كيلو تاع العجينه، هذاك الكيلو قسموها على 4، صافي كل خبزه تدي لكم 250 غرام هكا باش تتحصلوا على وزن واحد للخبزات نتاعكم، ويجيكم هكا كامل على وزن واحد. فوالا هنا بعد ما قرصناهم جوزناهم في السميد كما راكم تشوفوا، ميم في السنيوه نديرو شويه سميد ومن بعد نحطوا الخبزات نتاعنا في السنيوه. فوالا كما راكم تشوفوا خبز ساهل وخفيف، بما اننا قرب دخول الشتاء، الواحد يحب ياكل عفسه هكا تاع عجين، حاجه تاع خميره كيما كيديروا لي سوب ولا كيديروا هكا جوازات لي غاتا، ديروا هذا الخبز هذا. فوالا كيما راكم تشوفوا نقولك في الشتاء نحبوا كامل العجائن. شوفوا 4 كيسان تاع السميد، خرجت لنا 4 خبزات فيها بركه ما شاء الله، ويجي خبز هايل. يجي قلت لكم يجي خبز بزاف خفيف، يجيكم هايل. انا نكمل هنا نرمدهم في السميد، من بعد نحطهم في الصنيوه، ومن بعد نجي نقرصهم معكم هكذا كيما راكم تشوفوا. انا نكمل الخبزات. على بالي بلي هذا الفيديو يجيكم شويه طويل، برك انا ما حبيتش قلت لكم ما حبيتش نزرب الفيديو، باسكو كاين بزاف اللي راهم يتعلموا معنا بنات صغار هكذا، ولا صافي كيحبوا يشوفوا كل التفاصيل في الفيديو. هنا بعد ما قرصتهم، بعد ما حطيتهم في الصنيوه نخليهم يريحوا شويه، من بعد نجي نقرصوهم كيما راكم تشوفوا هكذا بشويه سميد، ونفتحوا بالعقل حتى نحصلوا على خبزات ملاح متوسطين. اللي يحبهم رقاق يرقق الخبزه يحلها مليح، واللي يحبهم شويه معمرين ما يبسطهمش مليح، يخليهم شويه فيهم لحمه. فوالا انا نكمل نقرصهم كامل كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيدو نخليهم يخمروا للمره الثالثه. لازم نخليهم يخمروا للمره الثالثه كيما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعد تشوفوها معايا بعد ما نطيبوا. هنا بعد ما خمروا دخلتهم في كوشه كانت سخونه مليح، مشعلتهم من الفوق ومن تحت، بعد خرجتهم. شوفوا شحال جا شباب الخبز تاعنا، جا هايل منفخ وجا في الوسط فارغ، جا هايل ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه هذه تاع الخبز السميد.
نتلاقاو في وصفات اخرى مع خير، اقتصاديين ومش مكلفين. مع السلامه.